الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام أينما كنتم، سلام الله عليكم وكل عام وأنتم بخير. مع شهر القرآن، مع براعم الإيمان في شهر المغفرة، شهر الرحمن، شهر القرآن، نقدم نابغة من أهل القرآن، ناشئ من ناشئين القرآن، الطفل الجميل ده محمد أحمد إبراهيم يتلو عليكم قصيدة في حب كتاب الله وحب حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. تفضل. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. الله أكبر، يا لها من نعمة لما يقال اقرأ فرتل وارتقى. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فبه الفؤاد تعلقا. وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم مختلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعرائي كي لا نغرقا. ولتجمعي من حول الكتاب شتاتنا وثقي بوعد الله أن يتحققا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، إنه القرآن الذي يخرج لنا أجيال. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنه القرآن يعلى ولا يعلو عليه. إنه القرآن في شهر القرآن. حفظوا أولادكم كتاب الله وعلموهم كتاب الله تبارك وتعالى، تنجو بهم في الدنيا والآخرة ويخرج نشء صالح طيب ينفع المجتمع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.